تعالى بقى اذكر لحضرتك الكتاب قال ايه سنة 97 وحصل فعلا. الكتاب بيقول ان العالم داخل على سلسلة ازمات مالية هتخلي السوق دايما في حالة قلق، والإنسان هيفضل قلقان ومضغوط ومحتاج دايما لحد أكبر منه يساعده. والواقع فعلا بيقول إن إحنا عايشين في التضخم العالمي، بنشوف ارتفاع الأسعار وكلنا عندنا ديون واعتماد أكثر على أنظمة وبنوك ومؤسسات ضخمة، وده اللي الكتاب بيقوله بالضبط. فالحقيقة إن الأزمات الاقتصادية المتكررة بقت سمة عالمية فعلية. الكتاب كمان بيتكلم عن التحكم في المحتوى والإعلام. الكتاب قال المعلومة مش لازم تمنع، كفاية إن هي تتوجه. خوارزميات، ترندات، محتوى معمول لك على مقاس عقلك. انت فاكر انك بتعرف تختار، بس الحقيقة ان الاختيارات المعروضة هي اصلا متفلترة لك، والخوارزميات بقت لاعب اساسي في تشكيل الرأي العام. الكتاب كمان شايف ان التكنولوجيا اكيد هي أداة سيطرة. الكتاب ما قدمش التكنولوجيا على انها وسيلة من وسائل الراحة، لكنها تقدم كنظام مراقبة ناعم. يعني دلوقتي بياناتك، مكانك، اهتماماتك، سلوكك كلها بتتسجل. مش محتاجين يعني يراقبوك 24 ساعة، كفاية يعرفوا انت مين. ويعني قضية البيانات والخصوصية أصبحت نقاش عالمي.